فاكر أول يوم عيد؟ ريحة الكحك في الشارع، صوت تكبيرات العيد في الجامع اللي جنب بيتكم، الخرفان اللي كنت بتاكلها وبتلعب معاها، هدوم العيد اللي بتنام جنبها وانت مش قادر تستنى تلبسها الصبح، العيدية اللي كنت تحسها كنز. طب دلوقتي هل لسه بتحس بفرحة العيد؟ النهاردة هناخدكم في رحلة زمان ونحاول نعرف، هو العيد اللي اتغير ولا احنا اللي اتغيرنا؟ أهلا بيكم مع بابا رأفت. من أول ما بنسمع تكبيرات العيد نعرف إن العيد جه. تلاقي الشوارع كلها بتتجهز. في عيد الفطر الستات بتجهز الكحك في الصواني. في العيد كنا نقوم من النوم الفجر، نلبس اللبس الجديد ونروح نصلي العيد في الساحة جنب البيت. بعد الصلاة الكبار يسلموا على بعض، والعيال تبدأ مشوارها من بيت لبيت تاخد العيدية. العيدية كانت رمز الفرح، حتى لو جنيه ولا 2 كنا بنحس إنها كنز لها قيمة خاصة، ونجمعها في ظرف وتحس إنك غني ولا كريستيانو رونالدو. عيد الأضحى أو عيد اللحمة زي ما كنا بنقول، يوم مختلف، بس للأسف الشوارع بتبقى مسرح كبير والناس بتتجمع تشوف ذبح الخروف، والأطفال تلعب وسط الدم، ودي كانت من أسوأ مظاهر العيد اللي لازم نغيرها. كنا بنصحى على صوت الخرفان، وساعات نحزن على واحد كنا بنلعب معاه من يومين. بس الفرحة كانت حقيقية، لمة أهل، توزيع لحمة، ريحة شواء على السطوح. دي أحلى لحظات أنت بتعيشها. زمان كنا نشتري لبس مخصوص للعيد، نروح مع بابا أو ماما في شوارع القاهرة، كان مفيش مولات، كنا نختار الجزمة والبنطلون وحتى الشراب كمان، وكنا ننام حاضنين اللبس. دلوقتي بقى عادي نشتري لبس كل يوم، واللبس بقى أونلاين. مين يقدر ينسى أغاني العيد؟ كنا بنسمع الأغاني دي من الراديو والتلفزيون، حتى برامج العيد كانت فيها روح، مسرحيات وأفلام، كان فعلا يوم مليان كله فرح. في العيد الشوارع كانت بتتزين بزينة مصنوعة من ورق أبيض قديم، ونلون الورق القديم أو أكياس الشيبسي، كنا نقصها لغاية لما تعمل شكل الزينة، وبعدين نعلقها في الشوارع، البيوت والتلفزيون والراديو والمواصلات، تحس الدنيا كلها بتفرح معاك. الجد زمان كان بيعمل طابور كبير لأحفاده عشان يديهم فلوس لسه جايبها من البنك جديدة. ما تفهمش ليه لازم فلوس العيد تكون جديدة. تيتا كانت كل ما تشوفك قدامها كانت تقولك انت جعان يا حبيبي، لازم تاكل حاجة. نروح البيت نعاني من وجع في البطن من الأكل الكتير، أو نطلع على المستشفى نعمل غسيل معدة. البركة كانت باينة في كل حاجة، حتى لو ما كانش فيه كتير. اللمة حوالين سفرة واحدة، الأمان، ده كان العيد. الساعات نفسها كان فيها بركة. الناس بتسأل ليه العيد فقد طعمه؟ هل السبب السرعة اللي بقينا عايشينها والتكنولوجيا؟ الناس لما بتتقابل غالباً محدش بيبص في عين التاني، كله باصص في موبايل. ولا الحياة بقت صعبة؟ كام مرة اتفقت على الخروجة أو زيارة واتلغت؟ ولا السوشيال ميديا خدت مكان اللمة؟ فرحة العيد بقت عبارة عن فيديوهات وصور خروف العيد أو رسائل سيلكت أول، رسالة واحدة مجردة من المشاعر والخصوصية بترسلها لكل الناس اللي عندك، وممكن ترسلها لناس متعرفهاش من الإهمال. ولا يمكن إحنا كبرنا وقلوبنا بقت مشغولة بالحزن والضغط والمسؤولية؟ يمكن كل ده، لكن الحقيقة الأهم، الفرحة دلوقتي محتاجة نية الفرحة نفسها. زمان كنا بندي للفرحة قيمة، كنا نستناها ونجهز لها. دلوقتي بقينا بنفرح عشان لازم نفرح.
الحنين مش ضعف، هو محاولة نرجع روح كانت جوانا. العيد مش بس طقوس، العيد حالة، والحالة دي ممكن نرجع نعيشها لو قررنا نفرح بجد ونفرح اللي حوالينا. كل سنة وانتوا طيبين، وفاكرين دايما إن العيد لو دخل القلب بجد يخلي الدنيا كلها تضحك. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو الحلقة عجبتكم، وتشتركوا في القناة. ولو عايزين تعرفوا إحنا مين، انتظرونا في الحلقات الجاية.